الأستاذ حتى طال الوقت الذي صدر في 2011، والأستاذ أحمد عبد المعطي حجازي يواصل معاركه اليومية في الشعر، في السياسة، في الفكر، في الأدب، فاضحا التخلف والجهل والاستبداد، ومبشرا بالحرية والإبداع الجديد. لن أطيل، سنسمع قبل أي شيء القصيدة الجديدة والتي سننفرد بها في البوابة نيوز التي كتبها الأستاذ حجازي، ثم سنفتح الحوار مع الأستاذ ونختم بقصائد بأداء الأستاذ وصوته. نبتدئ بالشعر. وهو كذلك. إذا سمحت يا أستاذ مصطفى. لأن فكرة الوطن فكرة حديثة، فكرة الوطن بالمعنى الحديث. نحن نستطيع أن نسمي بيتنا وطنا، ونستطيع أن نسمي قريتنا وطنا، ونستطيع أن نسمي مدينة ما أو حيا من الأحياء إلى غير ذلك وطنا، ونقول وطن ثان ووطن أول إلى آخره. كلمة وطن في اللغة العربية يمكن أن تحتمل هذه المعاني المختلفة، لكن حذاري، لأن الكلمات لها تاريخ، لها تاريخ مرتبط بتطورات الاستعمار، ولذلك نحن نلاحظ أن اللغة العربية في بعض الأحوال تستغل أسوأ استغلال، لأن هناك من يريد أن يستخدم الكلمة بمعناها القديم، لكنه يخدعنا ويضع تحت الكلمة التي يستخدمها بمعناها القديم يوهمنا بأنه قد حقق لنا بغيتنا، ويوهموننا أن الشورى ديمقراطية، ويتحدثون عن الوطن أحيانا وأنتم تعرفون كيف يتحدثون عن الوطن. أنتم ترون مثلا إذا قرأتم في الدستور أنهم يتحدثون عن أمة يسمونها الأمة الإسلامية. لا توجد أمة اسمها الأمة الإسلامية، توجد إسلامية، أي معظم أبنائها من المسلمين. تستطيع أن تتحدث عن مصر فتقول أمة إسلامية، وتركيا أمة أخرى إسلامية، وإيران أمة أخرى إسلامية، وماليزيا والسنغال إلى آخره. لكن هل هناك أمة واحدة اسمها الأمة الإسلامية؟ لا، هذه الأمة لا توجد. طبعا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، صدق الله العظيم. لكن هنا شيء هذا هو الذي أريد أن أنبهكم له، وهو أن الأمة في القرآن الكريم بالمعنى القديم، والأمة بالمعنى القديم هي الجماعة إطلاقا. يعني إذا ولذلك المصريين، عامة المصريين يستخدمون كلمة الأمة والأمم بمعناها الدقيق الذي في المعجم. يقول لك أي كثيرون. وفي الحديث الشريف لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. فأية جماعة حتى ولو كانت من الحيوان في اللغة العربية تسمى أمة. يمكن أن نقول عن
ال20 شخصا الذين يقفون في الشارع أمة، ونقول عن 10 أمة، ونقصد بذلك جماعة، لكنها ليست أمة. الأمة بالمعنى الحديث، بالمعنى السياسي الحديث، يعني الكلمة اللي هي في اللغات الأجنبية نيشن وناسيون وإلى آخره. الأمة، هذه الأمة هي الجماعة من البشر التي ترتبط فيما بينها بروابط محددة، هي التاريخ المشترك والمصالح المشتركة واللغة القومية والآمال والأحلام إلى غير ذلك. تختار يا أستاذنا الفاضل إلا نثقل عليك قصيدة واحدة. أي طبعا. وإذا شئت أن تطيل وأنت مغرم بالإطالة، نحن مغرمون بالإنصات. أنا سوف فضل خلاص. أنا سوف أقرأ من الديوان الجديد طال الوقت مقاطع من قصيدتي عن فرج فوضى. لأنه لا شك أنه فرج فوضى انتصر. القصيدة سميتها شفق على سور المدينة. طبعا الشفق الذي على سور المدينة هو الدم الذي على سور المدينة. نعم، أو الأمل. أو الأمل. دمه الذي أهريق في أقصى المدينة وردة قامت من الرمل الذي مطر البلاد. دمه الذي أهريق في أقصى المدينة وردة قامت من الرمل الذي مطر البلاد. دمه دم الطمي المعذب تحت عصف الريح. صرختنا الأخيرة جرحنا المفتوح في هذا السواد. دمه من الشمس الأسيرة خصلة من شعرها شفق على سور المدينة راعف قان يرد ظلام يأجوج ومأجوج. تألق جمرة ياقوتة ستظل تشهق في الرماد إلى نهاية ما يكون من الخراب إلى القيامة والمعاد. همج رمت بهم الصحارى جنة المأوى. تهر كلابهم فيها وتجأر في المدى قطعانهم. يمشون في سحب الجراد كأن أوجههم لغربان وأعينهم لذئبان وأرجلهم لثيران يدوسون البلاد ويزرعون خرابهم في كل واد. رمل منازلها حدائقها كانت للظلال الخضر. كانت
لليمامة في الضحى الساجي، وكانت الزنابل والأقاضي